كتبدا الأحداث ديال هاد الحلقة اللي سميتها النورماني في العام 1012 ميلادي شهر أكتوبر. الملك سوين كيقرر يوقف الهجمات على إنجلترا باش الجنود يرتاحوا، ومن بعد غادي يضربوا مرة أخرى في الصيف الجاي. ونتيجة لهذا القرار ما غاديش يحتاجوا أسكيلاد والقراصنة ديالو. بيورن كيتسائل شنو غادي يديروا حيت نهبوا أحسن القرى وغادي يكون خايب يجلسوا في الشتاء. أسكيلاد كيقول بلي غادي يديروا بحال الطيور ويمشيو للبلاصة اللي فيها الماكلة. من بعد كيمشيو لفرنسا فين الفرنجة كيتقاتلوا بيناتهم حدا نهر اللوار. أسكيلاد كيقرر ينضم للمهاجمين اللي ما قدروش يحتلوا الحصن ديال المدافعين. أسكيلاد من بعد كيبغي يصيف طورفين باش يتواصل مع القائد المهاجم ويقول ليه باللي هو خايب وما يقدروش يتفرجوا فيه كتر وغادي يعاونوه. منين يتاح الحصن غادي ياخذوا نص الغنائم وغادي يهاجموا مره اخرى غدا في الصباح. منين يقول ليه هادشي طورفين خاصو يبقى في المعسكر ديالهم ويلاحظ الوضع. ولكن طورفين كيتشكى باللي قتل بزاف ديال الرجال ودار بزاف ديال الانجازات واسكيلاد ما كيعطيهش داكشي اللي بغا. اسكيلاد كيوعدو باللي غادي يعطيه 3 ديال القطع ديال الذهب، ولكن حيت طورفين ما بغاش هادشي كيقول ليه باللي باش يحصل على داكشي اللي بغا خاصو يجيب راس قائد واحد على الاقل. طورفين كيتعصب ولكن كيمشي. بيورن كيتسائل واش مزيان يخليو المفاوضات لطورفين، ولكن اسكيلاد كيشرح باللي منين الجنود كيكونوا خاسرين في بزاف ديال المعارك كيكونوا معصبين وغالبا كيقتلوا الرسول قبل ما تبدا المفاوضات. واسكيلاد ما عندوش مشكل يخسر دري. طورفين كيمشي للمعسكر ديال المهاجمين وكيشرح باللي هو رسول، ولكن حيت ما كيهضروش اللغه ديالو كيتسائل واش هو جاسوس من الحصن وكيبغيو يقبطوه. ولكن طورفين كيشد واحد من الحراس كرهينه وكيطلب شي واحد كيهضر اللغه النورديه. من كيلقى واحد الراجل كيهضر اللغه النورديه كيهزو طورفين لكاباتي اللي كيلقى نص الغنائم بزاف وكيفضح باللي طورفين نورماني، الناس من الشمال اللي كيهجموا على انجلترا. طورفين كيقول باللي الا بقاو كيهجموا على الباب غادي يبقاو كيموتوا والدفاع ديال العدو ضعيف في الواد، يعني غادي يهاجموا تما. واحد الضابط كيقول باللي راه ديجا حاولوا ولكن فشلوا حيت باش يوصلوا للواد خاصهم يدوزوا من الشلال وواد كيولي حاد اكثر في الفوق. طورفين كيتسائل واش رافضين العرض حيت في ديك الحاله اسكيلاد ورجالو غادي ينضموا للمدافعين في الحصن. الرجال كيشهروا السيوف ديالهم على طورفين، ولكن هو كيشرح باللي الموت ديالو ما غادي تغير والو، وإلا ما دارش اشاره باللي الصفقه تمات غادي يوليو عندهم 100 ديال الرجال الاقوياء من الشمال كاعداء. غاباتي كيوافق وكيقول باللي الا كان كيقول الحقيقه غادي يتقاسم مع الخبز ديالو بالتساوي، ولكن الا كان كيكذب غادي يقطع عليه راسو. طورفين كيعطي الاشاره واسكيلاد كيعطي الاوامر باش يبداو يتحركوا. شي وحدين من الفرنجه المهاجمين اللي كيحرسوا السفن ديالهم في الواد كيشوفوا تنين طالع في الجبل. في الصباح غاباتي كيعرف بالتقارير ديال التنين اللي طلع الجبل. القائد ديالو كيعتبره فأل خايب، ولكن غاباتي كان كيتمنى لو كان شافو حتى هو. غاباتي كيسول طورفين فين هما الرجال ديالو، ولكن طورفين كيهينو وكيقول ليه غير نهاجم. غاباتي كيفهم باللي راه هينو قبل ما يترجم ليه الكلام وكيخمن باللي الترفيه ديالو من الليله غادي يكون قطع راس طورفين. طورفين ما كيتفاعلش وهادشي كيعصب غاباتي، ولكن من بعد كيأمر رجالو باش يهاجموا. المعركه كتبدا واسكيلاد كيسمعها، كيفهم باللي راه تعطل وكيقول لرجالو يزيدوا في السرعه. طورفين كيشوف الطيول كطير من الغابه ومن بعد كيسول المترجم شكون هو قائد العدو، والراجل كيشيل واحد الراجل عنده ريشه في الخوذه ديالو. من بعد طورفين كيجري نحو الحصن، وهادشي كيخلي غاباتي يعتقد باللي راه كيهرب وكيأمر رجالو باش يقتلوه، ولكن كيفشلوا يضربوه بالسهام ديالهم. في ديك اللحظه اسكيلاد كيخرج من الغابه مع رجالو وهما هازين السفن ديالهم، وهادشي كيصدم غاباتي. منين الجيش ديال اسكيلاد كيحط السفن ديالو في الواد وكيتجهوا نحو الحصن، غاباتي كيفهم باللي هما قوات صديقه وكيأمر القوات ديالو باش يكملوا الهجوم. القائد ديال المدافعين ما كانش كيتوقع باللي العدو غادي يهز السفن ديالو، ولكن كيأمر الرومات بالسهام باش يدوروا ويضربوا السفن. اسكيلاد ما كانش كيتوقع الرومات بالسهام وكيفهم باللي غادي يخسر شي رجال. طورفين كيقدر يطلع الحصن باستعمال الخناجر ديالو وكيهجم على الرومات بالسهام. كيستمر في قتلهم واحد بواحد وهو كيشق طريقه نحو القائد ديالهم. منين كيوصل ليه كيقطع راسو اللي كيطيح في الماء، وطورفين كينقز موراه. المجموعه ديال اسكيلاد كتفاجأ باللي السهام وقفات، ولكن كيقرروا يستغلوا الفرصه باش يهبطوا يهاجموا. الفرنجه المهاجمين كيقدروا اخيرا يخترقوا الباب الامامي، ولكن منين كيدخلوا كيلقاو باللي المدافعين راه تقتلوا. غاباتي كيدخل الحصن وكيقول باللي هادشي كامل بفضل التكتيكات العسكريه ديالو. الضابط ديالو كيقول ليه باللي قائد الدفاع قتلوه دري. غاباتي كيفهم باللي راه طورفين وباللي الا خلاه يمشي ممكن يولي عدو في واحد النهار. غاباتي من بعد كيقرر يهاجم النورماني منين كيكونوا راجعين من الغابه وهما هازين السفن ديالهم. واحد الرجل كذا من بعد كيجري لغاباتي وكيخبروا باللي هما فات الكنز خاويه، راه نهبوا حتى الكنيسه والديور ديال جميع القاده وخداو كل شيء، والسفن عامره بالذهب. اسكيلاد كيغوت وكيقول باللي عنده رساله لقائد الفرنجه المهاجمين.
اسكيلاد كيقول بلي الفرنجة غادي ياخدوا نص الغنائم، هما غادي ياخدوا النصر، بينما اسكيلاد غادي ياخد الكنز. اسكيلاد كيقول بلي هو كريم بزاف حيت خلى ليهم حتى الحصن. كاباتي كيتعصب وكيهين اسكيلاد. القبطان ديالو كيقول لرجالو باش يدخلوا للسفن حيت اسكيلاد ناوي يجبط الواد، ولكن كيخبروه بلي جميع السفن تحرقات. طورفين كيطلع السفينه، وهذا الشيء كيفاجئ الباقي بلي راه باقي حي. كيرمي راس القائد وكيتحدى اسكيلاد لمبارزه. اسكيلاد كيوافق، ولكن حيت الفرنجه كيبداو يضربوهم بالسهام كيقول طورفين يسولو مره اخرى وكيامر رجالو باش يجدفوا باش يهربوا. عند الشلال الفرنجه مازال كيهضروا على التنين اللي شافوه. من بعد لحظات كيشوفوا التنين جاي من الواد، منين السفن ديال اسكيلاد كتهبط من الشلال. هاد الحلقه كتعمق الجانب الاستراتيجي والتكتيكي ديال اسكيلاد، وكتبين الذكاء ديالو والقدره ديالو على التخطيط واستغلال الظروف لصالحه. كنشوفوا كيفاش كيستغل طورفين كطعم وكرسول، وكيفاش كيقدر يحقق الاهداف ديالو حتى في وسط الفوضى والخطر. طورفين بدورو كيبين تطور كبير في المهارات القتاليه والشجاعه ديالو، وكيثبت بلي راه ماشي مجرد طفل باغي ينتقم، بل هو محارب حقيقي كيقدر يعتمد على راسو. الصراع بين اسكيلاد وطورفين كيزيد يتعمق، والعلاقه المعقده بيناتهم كتولي اكثر وضوحا. الحلقه كتسلط الضوء على قسوه عالم الفايكنج والصراعات المستمره على السلطه والغنائم، وكيفاش الافراد كيحاولوا ينجوا ويحققوا اهدافهم في وسط هذه الفوضى. المشاهد ديال المعركه كانت حماسيه وواقعيه، وكتزيد من الاثاره ديال القصه. النهايه ديال الحلقه كتخلي المشاهد متشوق باش يعرف شنو غادي يوقع من بعد، وكيفاش غادي تتطور العلاقه بين طورفين واسكيلاد، وشنو هي التحديات الجديده اللي غادي يواجهوهم في المستقبل. هذه الحلقه كانت اضافه قويه للقصه، وزادت من تعقيد الشخصيات والاحداث، وخلات المشاهد يفكر في المعنى الحقيقي ديال الحرب والانتقام والبقاء على قيد الحياه.